السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم مصطفى جديد إن شاء الله، حاجة قناتكم يوميات غاوي بادج. النهاردة بفضل الله هنشوف مرحلة جديدة، وهي إزاي أكتشف عمر الخنافس وأقدر أعرف إن الخنافس دي خلاص دخلت في مرحلة الإنتاج، وبالفعل خلاص باضوا في المكان والدنيا بقت تمام. هنشوف النهاردة أكتشف الأمر ده إزاي وبمنتهى السهولة وبحركة بسيطة جدا عشان أقدر أبقى مسيطر على المكان. وبفضل الله مركز أوي في التجربة، لأن يا جماعة نجاح وفشل أي تجربة هو ساعات يعني او في الغالب بيبقى يعني عيب منك انت. فاحنا نركز النهارده ان شاء الله ونحاول نجتهد ونعمل اللي علينا، وفي الاخر النتائج دي بتاعت ربنا يعني ان شاء الله. طيب النهارده قلنا هنعرف عمر الخنفسه، هل هي خلاص كده يعني الخنفسه دي كده مرحله التزاوج ولا لسه؟ طبعا هي مراحل، وزي ما احنا شايفين هي كلها مراحل سبحان الله، واحنا ماشيين خطوه بخطوه كده معاكم لغايه ما نشوف ربنا ييسر الامور ان شاء الله، وربنا يرزقنا بجيل من الميلورم ان شاء الله. طيب دي العلبه اللي بربي فيها، احنا كلكم طبعا عارفينها، اللي هي الدرج بتاع العيش، درج بلاستيك، وهي يمكن اصغر مقاس تقريبا. اللي احنا عايزين بس نوصل للناس ان احنا ممكن نشتغل في اي مكان، نشتغل في اي مكان مناسب لينا. يعني مش شرط تجيب بقى علب بلاستيك كبيره او تيجي، لا لا لا. الموضوع انت ابدا كده وجرب بس وشوف الدنيا، والموضوع سهل. بفضل الله من اقل قليل هنثبت لكم ان شاء الله للاجتهاد والسعي والاخذ بالاسباب، بفضل الله توصل لمستويات قويه جدا. فدي العلبه. يمكن حتى بصوا الارتفاع بتاع العلبه صغير، يعني الارتفاع دايما الناس بتجيب لما تخش على اي فيديو تتفرج على الناس اللي بتربي ميل ورم، بيقول لك هات الارتفاع عالي عشان الخنافس ما تتسلقش هي بفضل الله ما بتتسلقش ولا بتمشيش على البلاستيك اصلا يعني، وهنشوف بعينينا دلوقتي. بصوا بفضل الله الطريقه دي محترمه قوي، وجات لي كده بفضل الله كده قدرا يعني كده، الحمد لله. الواحد سبحان الله يعني لما بتفكر في حاجه ربنا بيكرمك يعني. فبصوا ده المنديل اللي تحتيه اهو بفضل الله. بصوا والله سبحان الله، يعني انتوا وشكوا حلو عليا دايما بفضل الله والله. بصوا بصوا لسه في شرنقه متحوله خنفسه. بصوا شفتوا بقى فايده المنديل، شفتوا فايده المنديل؟ لسه في شرنقه متحوله لخنفسه اهو حالا. بصوا لسه هي يا دوب. بصوا حتى هتلاقوا لو لاحظتوا كده على جسمها، لسه هتلاقي جسمها على شكل الدوده او الحوريه او الشرنقه. بصوا سبحان الله يعني. فاللي هي دوب لسه متحوله طازه يعني. فدي فايده المنديل، ان هي بتلاقي حاجه تتشبث بيها، خصوصا وهي بتبقى واقعه او مقلوبه على ظهرها يعني. وبصوا في حاجات لسه هتتحول تاني اهي، في حاجات بفضل الله لسه هتتحول تاني اهي. فبص الله المستعان، ننزلها كده بالراحه اهو. بصوا هي عشان لسه ما اتحولتش تحويل كامل، فهي لسه تحسوا ان هي لسه هزيله شويه وضعيفه. بصوا بصوا بفضل الله لسه هزيله شويه وضعيفه. بصوا في كذا حاجه هتحاول هي بفضل الله. فدي فايده المنديل. طيب انا كده بستفاد بفضل الله من المكان بقدر المستطاع، فانا كنت حاطط منديل على الشراني. وبصوا بقى احنا بفضل الله اللي هو موضوع الحلقه، بصوا هنرفع المنديل ده كمان. اللهم لك الف حمد وشكر بفضل الله. بصوا هتلاقي تحتيه بقى المزرعه بتاعتنا بتاعه الخنافس. طيب نحاول نشيل الاول المنديل ده ونتاكد ان مفيش اي حاجه. بصوا بفضل الله في خنافس طلعت فين ماسكه في المنديل. بصوا هي بقى ايه بفضل الله، نحاول ننزلها تحت كده. هي كده كده بفضل الله مش هترضى يعني تستمر يعني تفضل مستمره على المنديل. ليه؟ بصوا هي بتجري من المنديل، دي مثل المنديل بقى. ليه؟ هي عايزه التربه بتاعتها اللي هي ايه، تدفس نفسها فيها ويحصل عمليه تزاوج. بصوا ما تجيلكش خالص على المنديل. ليه بقى؟ سبحان الله انا من فكره المنديل ده عجبتني جدا، ان هي جات لي كده صدفه وعجبتني. هي المنديل ده ابيض يا جماعه، دي معلومه مهمه جدا جدا جدا. المنديل ده ابيض فاتح. هي الخنافس بطبيعتها والدوره الانتاجيه ومعيشه حياتها تحب الاماكن المغلقه الضلمه جدا، مش محتاجه الاماكن المنوره دي. فالمنديل لونه فاتح. بصوا جريت على طول استخبت تحت. فده بفضل الله تضمن ان هي ما تاذيش الشرانق دي ولا تعض حد فيهم. بصوا بفضل الله التحويل بيتم ازاي. بصوا التحويل بيتم ازاي. فدي فكره المنديل. بصوا ان هو الخنفسه بتحب البيئه المظلمه، فبالتالي لما بتيجي تحط منديل تضمن بفضل ان انت تحافظ على الشرانق. بصوا وهي بصوا ماسكه من الناحيه التانيه اهو من تحت، ننزلها كده براحه. هي حاجات يعني سبحان الله يعني، احنا بناخد بالنا كده من التفاصيل عشان نقولها لكم بفضل. بصوا هي واقفه تحت مش واقفه. فدي الشرانق اهي بتاعتنا اهي، اللي هي على المنديل اللي احنا بفضل الله ضمننا لها الحمايه بفضل الله، ان هي الخنفسه ما تاذيهاش ولا تعضها يعني. ودي المزرعه اللي تحت دي بقى المزرعه بتاعتنا اللي تحت المنديل. بصوا بفضل الله بتتقلب. بصوا بتتعدل، بس هي المنديل ميزته ان هي بتمسك فيه بتتشبث. بصوا في واحده لسه متحوله اهي. بصوا سبحان الله في واحده لسه متحوله حالا برضك لسه. بصوا ما اكتملش الشكل بتاعها تبقى زي الخنفسه. بصوا
عايزين بقى النهارده نتكلم. طبعا احنا قلنا ايه في الخنفسه. بصوا بتدار ازاي يا جماعه. بصوا هي عايزه اي بيئه تدار، وعايزه ضلمه، عايزه دايما مكان مظلم، مش عايزه حاجه تكتشفها يعني. بصوا دي لسه ما اتحولتش، غالبا دي وقعت مننا من المكان. بصوا يا جماعه، هي دلوقتي عايزه تتدارى، فبتشوف اي مكان مظلم زي ما قلنا، هي بقيتها كده. طيب احنا النهارده بنتكلم على ايه؟ بنتكلم عن سن التزاوج المظبوط بصوا يا جماعه، هو ده السن، هو ده السن عشان تبقى عارف برضك. احنا بنحاول نلملك كل التركات والتفاصيل. ده السن. ايه ده السن؟ لما الدوده تبقى سودة كده يا جماعه، يبقى هي كده تصلح للتزاوج. طول ما الدوده فاتحه اللون البني ده لسه يعني. طول ما بصوا نشيل لكم برضك ورقه الخاص، لان اكيد بفضل الله هنلاقي تحتيها مخبيين بفضل الله عشان نوريكم الفكره كامله بفضل الله. هم مستخبيين تحت، بس بفضل الله عشان نوريكم الفكره كامله بفضل الله. اهو بصوا بقى يا جماعه، لا قوه الا بالله. بصوا مستخبيين فين اهو. طول ما هي بالشكل البني ده او الفاتح ده، يبقى هي كده لسه ما حصلش اي تزاوج يعني. بصوا طول ما هي بالشكل ده. بصوا مستخبيه فين يا جماعه. بصوا احنا بنطلعهم لكم منين. بصوا طول ما هي طول ما هي لسه بالشكل نحاول نجيبهم لكم كلهم على الوش كده اهو عشان نشوف الفكرة. نحاول نجيب لكم المجموعة كده بفضل الله على الوش اهو عشان نشوف الفكرة بتاعتنا. طول ما هي لسه بالشكل البني او الفاتح اللي هو لون الدودة او لون الشرنقة دي كده لسه اهي. بصوا انت بتبقى طبعا حريص جدا مع التعامل مع الكائنات الحية البسيطة الضعيفة دي. فالواحد الحمد لله عنده الحتة دي، لان الواحد بيتعامل مع الفروخ ومع الزغاليل ومع البيض، فلازم الواحد يبقى عنده حساسية في التعامل شوية مع اي كائن ضعيف كده وبسيط يعني. دي الرد يا جماعة، دي الرد اللي انتم شايفينها دي على الشوفين. فالله المستعان. بصوا يا جماعة، بصوا احنا جبنا لكم المجموعة اهي بفضل الله اهي اهي. بصوا كله مستخبي بفضل الله. هم ما شاء الله مجموعة على فكرة، مجموعة بس هم عشان مستخبيين. بصوا طول ما هي باللون البني دوت او اللون ده، تحس اللون محروق كده ولسه ما تحولتش اللون الاسود، يبقى كده لسه عمرها ما جاش للتزاوج. عشان الناس اللي بتبتدي تحسب تقول لك انا احسب بقى اقعد كام يوم وبعد كده اشيلهم من هنا عشان اضمن المكان ده البوكس ده بقى فيه بيض. لا، لسه طول ما هي لسه لونها محمر كده وبني كده، يبقى هي كده لسه مفيش تزاوج بفضل الله. اول ما لونهم كلهم يبقى باللون الاسمر ده، تبتدي تحسب. الناس اللي تحب تحسب، اللي بصوا بتحب تستخبى يا جماعه. بصوا عماله تدفن نفسها ازاي، سبحان الله. بصوا عماله تدفن نفسها ازاي. فاول ما تبقى لونها باللون الاسود ده، عايز تحسب بقى تقول ده مثلا ايه، اسيبها 10 ايام، اسبوع، اسبوعين، عشان بعد كده اشيلهم من هنا عشان اضمن ان كده بفضل الله هي خلاص كده في المكان ده بقى في بيض. فانا كده ابتدي احسب. فاهمنا يعني؟ اي حد بيسمعني فاهم وجهة نظري. بصوا كل ما بحاول اطلعها لكم على الوش هي بتستخبى ازاي اهي. اللون الاسود ده يبقى كده ده مرحله التزاوج خلاص بفضل الله. احسب مثلا ايه بعد اسبوع، اسبوعين، على حسب بقى. برضه المراحل دي كلها احنا هنقولها لكم واحنا ماشيين مع بعض بمنتهى البساطه في الفكره. بس احنا بنحاول على فكره، هم ما شاء الله كتير، بس هو الفكره ان هم بيتداروا. بصوا يا جماعه هم بيتداروا، ما بنلحقش اطلعهم على الوش. فناخد بالنا يا جماعه، احنا بدانا الفكره واحده واحده معاكم وبمنتهى البساطه، والمراحل كلها تقريبا انتوا شفتوها واحنا معاكم اهو. فالموضوع سهل، الموضوع ما فيهوش اي صعوبات، الموضوع بسيط اهو. اديك شايفين درج بلاستيك بتاع العش، وكمان بنحط الدرج ده فين؟ في عش من عندنا فاضي يكون ما فيهوش انتاج مثلا، او في عصافير يعني. ده دليل ان الموضوع سهل. وكمان دي بتبقى بيئه صالحه جدا جدا للخنافس. الخنافس بتحب الضلمه زي ما قلنا، وادي البيئه الصالحه ليها. الحمد لله لغايه دلوقتي بفضل الله ما فيش اي مشاكل واجهتنا، اللهم لك الف حمد وشكر. ان شاء الله ما فيش مشاكل تواجهنا، وحتى لو في مشاكل هنقول لكم يعني. المواضيع سهله ومواضيع بسيطه، بس احنا بس بنحاول ايه نمشي معاكم كده بالتدريج كده، عشان بفضل الله لما ربنا يرزق ان شاء الله ويحصل انتاج ويبقى فيه بيض، ويبقى فيه بعد كده بفضل الله جيل طالع من الميل ورم ان شاء الله برضك نوريه لكم. بس احنا بنحاول نبينهم لكم. هم عمالين يتداروا يعني، هم سبحان الله عمالين يتداروا. احنا بنحاول بس هم مفيش، هم مصممين ان هم يتداروا يعني. فالله المستعان يا جماعه، دي فكرتنا النهارده. وبص العلبه الصغيره زي ما قلنا، والارتفاع مش عالي. هم كده كده بيعرفوا يمشوا على البلاستيك يعني، ما بيقدروش يتسلقوا على البلاستيك. وقلنا العدو اللدود بتاعهم النمل. برضك النمل ده ممكن اتخلص منه ازاي، او ممكن ان انا امنع اصلا وجوده ازاي؟ بمنتهى البساطه. ممكن تدهن الحروف دي كلها كده من بره فازلين. وبعدين الفكره كمان ان
الدرج ده ميزته في ايه كمان؟ ان هو من تحت بص الرجل رفيعه، يعني ممكن تعمل حركه شيك قوي وانت حاطه جوه العش عندك، العش الكبير، تدي من هنا بس فازلين وتحطه كده، وكده كده النمل لما يجي يطلع هيبتدي يتسلق من هنا الاول، لانه مش هيعرف ينط من هنا على طول، لا هو هيطلع من هنا الاول. فلو دهنت ده فازلين برضك انت بفضل الله كده منعت ان النمل يطلع او يتسلق على البلاستيك. الله اكبر، الله اعظم، العزه بجد الله. الاذان بيدنا يا جماعه، بقى هنضطر نسيبكم كده، وان شاء الله نرجع لكم فيديو جديد ان شاء الله عن الميلورا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.